اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ احلى متابعين في الدنيا. النهارده بقى هنشوي فراخ كده على الشبكه، بس بطريقه سهله جدا وبسيطه. دي فرخه كامله انا مقطعاها يا بنات. ماشي. بهاراتنا بقى ملح وفلفل اسود، كزبره، بهارات لحمه. معايا هنا طماطمايه، بصلايه، قرن فلفل. ماشي. كمان معانا ليمون، ومعانا خل. ماشي اهو، ليمون وخل. هنيجي هنا بسم الله الرحمن الرحيم. دي الكبه انا كنت عامله فيها بصل، هنعمل فيها الحاجه بتاعتنا دلوقتي. سهله وبسيطه، ما فيهاش اي حاجه خالص. تعمليها جنب اي نوع اكل تبقى تحفه. اي حاجه بقى انت بتحبيها تعملي جنبها الفرخه دي تحفه. تتبيلتها سهله وبسيطه، وهقولك تعمليها ازاي من غير ما تتحرق منك على الشبكه. تطلع معاكي كده لونها ذهبي وجميله وحلوه، كانك عاملاها عند الراجل على الشوايه. دي بصلايه اهي حلوه اهي. بصل الابيض ده بيبقى مليان ميه وجميل جدا، بيبقى حلو قوي. اقطعها كده اهو. الحته دي كده ناشفه اشيلها. وانت بتعملي كده اي حاجه، يعني اي حاجه ناشفه كده تشيليها من البصل عشان ما يكسرلكيش الكبه، سكنتي الكبه. بصي هنعصر بقى كده الليمون اهو. عندي كده ليمونه ونص، اعصرها. تشيلي منها البذر عشان البذر ده بيمرر. هنسيبها بقى تتبل بقى قيمه نص ساعه كده عشان تشرب من التتبيله وتبقى طعمها حلو. احط حبه خل، يعني بمقدار كده ربع كوبايه. ماشي. ونحط بقى كزبره، فراخ يعني كزبره، فراخ بتحب الكزبره. هنحط فلفل اسود، عندك بهارات لحمه حطي، عندك بهارات فراخ حطي، الاتنين بيدوا نفس التست والاتنين بيمشوا الحال. حبه كده من بهارات اللحمه. هنا بقى دي فرخه كامله، هنحط معلقه كبيره من الملح، يعني المعلقه الصغيره دي نحط منها مرتين اهي. الفرخه بتاخد معلقه كبيره ملح. هضرب بقى الكلام الحلو ده كده كله في الكبه، ونيجي بقى عشان خاطر نتبل مع بعض الفراخ. ماشي يا بنات، بصوا انا ضربت الخلطه بتاعتي كلها. بصوا اهي جميله اهي، اللهم بارك اللهم بارك، جميله قوي. طب انا عايزاها ما اجي اشويها كاني جايباها من عند الحاتي، ما تتحرقش مني خالص. بصوا نروح بقى مصفيين بقى ايه التتبيله الحلوه دي كده في المصفى اهو بايدك بقى. انا ايديا طبعا احنا في المطبخ وايدينا نظيفه، كل شويه نغسلها اهو. فانا ايه هصفي التتبيله بتاعتي دي كده. طب والتفل البصل اللي هيطلع هنعمل بيه ايه؟ هو تفل الطماطم بقى والكفته. ما تكوني انت هتعملي كفته وتشوفي في قلبها تبقى حلوه قوي. صفي بقى كده اهو بايديكي كده. نزلي بقى ايه، انا عايزه الميه بتاعه البصل وميه الطماطم وميه الفلفل، هي دي اللي انا عايزاها. انا عايزه الميه اهو زي ما انت شايفه كده. هصفيها بقى وهرجع. يعني بصوا خدنا الميه بس بتاعه البصل وبتاعه الفلفل وبتاعه الطماطم اهي زي الفل. نجيب بقى الفراخ بتاعتنا اهي مغسوله ونضيفه وزي الفل، ونقعينها في محلول النقع وخلينها زي الفل وريحتها تحفه. نشكشكها كده وننزلها اهو السكينه كده تتشكشك وتنزل. انت طبعا تخلي بالك على ايديكي وانت وانت بتعملي الحركه دي اهي. نزلي
بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن زي الفل. ننزل بقى كده في التتبيله اهيت. بسم الله ما شاء الله اهو. احنا عايزين بس الميه بس بتاعتها، بصوا تحفه ازاي، اللهم بارك. وهكذا لحد ما نخلص الفراخ بتاعتنا كده كلها زي ما انت شايفه كده اهو اهوت. وننزل اهو وهنغمرها بقى كده كلها كده في التتبيله. واي ميزو حط، قول لهم يا حبيبي لسه حطوا اشتراك، حطوا اللايك والاشتراك. معاذ بيحب يقول لكم حطوا اللايك والاشتراك. طبعا الفراخ بتاعتنا الحلوه دي بصي اهي، تجيبي بقى كده من تحت لفوق كده وتتبلي بقى اهو. نزلي بقى في التتبيله اهوت. لا قاعده بقى في التتبيله دي قد ايه؟ ساعه ساعتين. يا سلام لو عملتش عاملاها بقى من بالليل تبقى تحفه، تبقى حلوه قوي لو انت عاملاها من بالليل. هسيبها بقى في التتبيله دي بتاعتها كده دي ايه ساعه كده، ونيجي بقى نعملها نشويها مع بعض على الشوايه واوريكي ازاي تبقى بتطلع معاكي حلوه. نغطيها بقى ونركنها كده على جنب ونسيبها قيمه ساعه. دلوقتي بقى يا بنات مش هنشوي مع بعض الفراخ اهو. بصوا اهو بسم الله ما شاء الله اتبلت تتبيله حلوه قوي، اللهم بارك اللهم بارك. انا عندي الشبكه دي، لو انت عندك تشوي عليها، ما عندكيش اشوي على الشبكه بتاعه البوتاجاز هتبقى برده معاكي حلوه. انا عندي الصاج ده فانا هحط عليه الفراخ، هحط عليه الشبكه. بصوا اهي بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم بارك اللهم بارك. عسل اهو حلو قوي. وزع بقى كده الفراخ كده بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن. عسل بالتتبيله، تتبيله حلوه قوي 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 قوي، هتبقى معاكي تحفه 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 تحفه. طبعا التتبيله دي احنا مش هنرميها، احنا هنعمل ايه؟ كل شويه كده تروحي على الفراخ تنزلي عليها بحبه تتبيله، تنزلي عليها بايه؟ بحبه تتبيله. يعني هو كده اهو اهو، مش تفتحي بقى، لا احنا هنعمل من فوق بالايه؟ بالفرشه اهو. بس احنا عشان احنا لسه ما حطيناهاش في الفرن، فانت ايه بايديكي كده تحطي عليها حبه تتبيله. هنا بقى من تحت من هنا كده هنحط ايه؟ حبه ميه من تحت، حبه ميه ايه من تحت. احنا مشغلين الفرن بتاعنا على اعلى درجه، ماشي يا بنات؟ على اعلى درجه مشغلين الفرن. هنحط بقى ايه الصاج بتاعنا ده على الارضيه بتاعه الفرن، على ارضيه ايه يا بنات؟ الفرن. نقفله كويس اهو. انا عندي الايد بتاعه الشوايه بتاعتي كبيره، فانا هعمل ايه؟ هتنيها كده كده اهو عشان اعرف اتحكم في الشوايه بتاعتي اهي. احط بقى من تحت شويه ميه واحط عليها ايه؟ حبه تتبيله، حبه من التتبيله بتاعت الفراخ، حبه من الصوص بتاع اهو. نجيب كمان شويه، ليه؟ لان الفراخ هتستوي على ايه؟ على البخار بتاع الميه اهو. احطها بقى في الفرن، وكل شويه من الوقت للتاني تقلبيها، كل شويه من الوقت للتاني تقلبيها، ماشي؟ كل شويه من الوقت للتاني ايه؟ نقلبها
لحد ما تستوي، وكل ما نقلبها نحط لها شويه تتبيله من دي. ودي كانت حلقتي معاكم يا بنات. عملنا الفراخ المشويه، ريحتها ما اقولكوش بقى تحفه، ولا طعمها تحفه تحفه تحفه. لو عجبتك الحلقه حطوا لايك وعملوا اشتراك واكتبوا كومنت جميل عشان اعمل لكم كل فيديو جديد جميل ان شاء الله يا حبيبتي. سمعتوا كلام مريم؟ اعملوا بقى كومنت حلو، وحطوا الاشتراك وحطوا اللايك. لو عجبتك الحلقه ما تنسيش لايك وشير واشتراك في القناه، واستنيني ان شاء الله في وصفه جديده. باي باي.